فيديو النهاردة مش فيديو فني، ولكن فيديو الناس كلها بتتكلم عن اللي بيحصل فيه، وتحديدا في مصر. في الأيام الأخيرة الأجهزة الأمنية في مصر قبضت على مجموعة كبيرة جدا من التيك توكرز المصريين، حوالي 12 شخص تم القبض عليه، سوزي الأردنية وشاكر محظور دلوقتي وأم مكة وأم ساجدة وغيرهم كتير جدا، ومحدش فاهم هو ده بيحصل ليه. أنا أحكي لك. دلوقتي يا جماعة أنا مش هاكل يا جماعة أنا دلوقتي قدامنا بحس بعمل استغاثة للنائب العام. بداية القصة أصلا بالبنت اللي اسمها مروة، وبتدعي إنها بنت حسني مبارك والفنانة المعتزلة إيمان الطوخي، وقالت إن عندها معلومات عن إن الفنانة وفاء عامر ومجموعة من التيك توكرز المصريين بيشتغلوا في تجارة الأعضاء. والكلام انتشر جدا ووسع جدا، خصوصا إنه دخل فيه الأسماء اللي قلت لكم عليها من شوية واللي معروفين شوية جدا على التيك توك المصري. الناس استغربت إزاي أم مكة اللي بتبيع فسيخ وشاكر اللي بيطلع لايفات بقى ليهم علاقة بوفاء عامر، وإيه علاقة كل دول بشبكة تجارة الأعضاء. ووسط كل اللي بيحصل ده وإحنا مش فاهمين الموضوع حقيقي ولا مجرد افتراء عليهم، نسمع عن خبر القبض على ام مكة، ودي كانت اول تيك توكر يتم القبض عليه. طبعا كلنا افتكرنا ان تم القبض عليها بسبب الموضوع ده، بس طلع حاجه تانية. البوليس قبض عليها وهي جوه مدينه الانتاج الاعلامي وتحديدا قناه الشمس المصريه، وده بسبب خناقه حصلت ما بينها وما بين المذيعه علا شوشه. الموضوع بدأ بمجرد مشادة كلامية، لكن زي ما بيحصل دايما الامور ولعت والدنيا اتقلبت تماما، لدرجه انهم اتصلوا في القناه بالشرطه اللي جت واخدت ام مكة، خدتها من جوه القناه نفسها. علا شوشة بعد القبض على أم مكة وانتشار الأخبار قالت أنا واجهتها في الحلقة إنها بتعمل محتوى تافه، وإنها بتعمل تشهير وحاجات منافية للأخلاقيات المجتمع، وإن أم مكة اتضايقت جدا من الكلام ده ووقفت التصوير 3 ساعات، التصوير في القناة كلها مش بس تصوير البرنامج. ومش كده وبس، دي قالت كمان إن أم مكة اتعدت على العاملين في القناة وإنهم حرروا محضر ضدها وتم القبض عليها. أم مكة أصلا كانت دايما بتثير الجدل على السوشيال ميديا، وناس كتير بيتكلموا عن طريقتها وأسلوبها واللي بتعمله. على حلاوته والشكل، اما الشيء ان ده يا ولاد عليه حركات يخربي يخربي يخربي. بس تفتكروا رأي الناس بقى بعد القبض على أم مكة وإصدار إن السبب كان خناقتها في قناة الشمس، صدقوا الموضوع ده فعلا ولا ربطوه بالموضوع الأول؟ قريت كومنتس كتير على خبر القبض على أم مكة، ولقيت إن أغلب الكومنتس شايفين إن دي مجرد ستارة وإن تم القبض عليها بسبب الموضوع التاني وهو تجارة الأعضاء. يعني عندنا مثلا كومنت بيقول كده واضح إن الموضوع كبير فعلا، لكن مش عايزين يبينوا إنها اتاخدت بسببه، وكأن التهمة حاجة تانية خالص. ماشي شغال برضو، المهم يتمسكوا ويقروا بكل حاجة. في كومنت تاني كان صاحب نظرية المؤامرة وبيقول تلكيكة عشان ما يطلعش اتقبض عليها بسبب موضوع مروة، أو كلهم هيتجروا واحدة ورا التانية بطرق مختلفة. الغريب فعلا يا جماعة إن بعد ما اتقبض عليها فعلا بدأت سلسلة الاعتقالات دي، وأكيد مش هيبقى في حملة اعتقالات للتيك توكرز المصريين، ومش هيتقبض على سوزي الأردنية، سوزي اللي بتبات في الحبس أكتر ما بتبات في بيتهم تقريبا. أول حاجة سمعنا إن تم القبض على سوزي الأردنية بسبب إساءتها للرسول. هو الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام على دماغي طبعا إن هو كان تاجر والكلام ده كله، بس هي أهم حاجة الشهادة. وده لأن في واحد من لقاءاتها بعد نجاحها في الثانوية العامة قالت الرسول على عيني وعلى راسي، كان تاجر بس الشهادة مهمة. الكلام اتفهم في سياق إنها بتخبط في الرسول صلى الله عليه وسلم وبتقول إن هو ما كانش متعلم وإن الشهادة مهمة، وده السبب اللي انتشر على السوشيال ميديا إن تم القبض على سوزي بسببه. بعد كده ابتدى ينتشر كلام تاني إن تم القبض على سوزي بسبب بلاغات بتتهمها بازدراء الدين وبالإساءة للقيم الأسرية، وده بسبب فيديوهاتها مع صاحبها واللي اسمه مؤمن أو بيتقول له مني. وطي صوتي عشان هو قال لي وطي صوتك عشان احنا في كافيه. وده بسبب فيديوهاتها مع صديقها اللي اسمه مؤمن وبيتقال له منلي، وان هم خارجين داخلين مسافرين مع بعض، وان سوزي بتبوظ قيم المجتمع المصري، وخدوها لاسم الشرطه وبداوا يحققوا معاها في نفس التهم المتعلقه بمخالفه المعايير الاسريه الاجتماعيه والالفاظ الخدشه للحياء. وبعد ساعات قليله نكتشف انهم قبضوا على التيك توكر اللي اسمه مداهن، واللي بيتقال عنه برضو انه بيقدم محتوى بيسيء للمجتمع المصري، وتم ضبطه واحضاره والقبض عليه، وده بعد ساعات قليله من واقعه ام مكة وسوزي الاردنيه، واتنقل لتحقيقات النيابه في نفس اليوم. لا اجمدوا معايا كده، لسه الاسامي كتير. نروح بقى لام ساجده، احنا مشاهير التيك توك المصري. أمي أنا لسه واصلة دبي حالا طازة. واللي تم القبض عليها برضو بتهمة الإساءة للقيم المجتمعية، وإن هي بتعمل محتوى بيتضمن الخروج عن الآداب العامة وألفاظ خدشة للحياة. ووسط كل ده بقى كان في خبر صغير كده بيقول والتشكيك في مصادر دخلها، وطبعا الناس عممت الخبر ده على أم ساجدة وعلى كل اللي اتقبض عليهم، سواء سوزي أو مداهم أو حتى أم مكة، وربطوا الموضوع ده بموضوع مروة. نرجع تاني لأم ساجدة. الجهات الأمنية بدأت تتتبع نشاطهم وتشوف أدلة من الفيديوهات المنتشرة على تيك توك واللي بتظهر إنهم بيروجوا لأسلوب حياة مبالغ فيه شوية. والخبر اللي انتشر
تاني من التحقيقات ان سواء ام ساجده او كل اللي اتقبض عليهم فقالوا ان كل الفيديوهات دي بغرض الربح واثاره الجدل وزياده المشاهدات. ودلوقتي جاري استكمال التحقيقات علشان يشوفوا مصادر الدخل بتاعتهم. وطبعا يا جماعه في سؤال شهير بيتقال في النقطه دي، هو ليه ما حدش قبض على مروه بنت حسني مبارك او اللي هي بتقول انها بنته وبنت الفنانه المعتزله ايمان الطوخي؟ يعني هي اللي اثارت الجدل في الموضوع ده كله وهي اللي تعتبر شهرت بالناس دي، ازاي ما يتقبضش عليها؟ دي مروه نفسها طلعت وقالت انها راحت النيابه وراحت كل الاقسام عشان تشوف محضر معمول ضدها وما لقيتش حاجه. يبقى الموضوع غريب شويه. ولكن خليني اقول لكم ان مروه هي كمان تم القبض عليها. وسط كل حمله الاعتقالات دي اكيد مش هينسوا مروه اللي هي اصلا اثارت الموضوع. ونفس الكلام اللي اتقال في التحقيقات مع التانيين مروه قالت انها عملت كل ده بغرض اثاره الجدل او اثاره الراي العام، وده كله طبعا علشان المشاهدات والفلوس. وده الكلام اللي اتنشر من التحقيقات. بس تفتكروا مروه وهي بتعمل الكلام ده ما كانتش عارفه ان دي قضايا تشهير وانها تتحاسب عليها، ولا في حاجه غريبه في الموضوع؟ ونيجي بقى لواحد من اكتر التيك توكرز الاثاره للجدل، شاكر اللي اسمه شاكر محظور دلوقتي. والحقيقه انا ما اعرفش هو اسمه كده ليه. هنا عمك يا هنا اثبات قدام الجميع. انا اصلا مش متابعه اللايفات بتاعه التيك توك، ولكن خليني اقول لكم ان شاكر ده كل ما بيطلع لايف بياخد له بتاع 3-4 قصود كده في المره الواحده. اخر لايف انت طلعت كسبت فيه كام؟ في الثانيه ممكن يعني مليون جنيه او اكتر في اللايف الواحد. شاكر اصلا كان ظابط وساب الشغلانه دي واتجه للايفات التيك توك. ناس كتير بقى كانت بتتكلم عنه ان ده غسيل اموال. اصل مش معقول يعني ليه شاكر يطلع لايف فياخد 3-4 قصود؟ والكلام ده كان منتشر بقوه. وتم القبض على شاكر محظور دلوقتي. وسبب القبض عليه كما يقال هو ان الاجهزه الامنيه عايزه تتحقق من مصادر ربحه. كل الكلام اللي انا بحكيه ده تم في الفتره ما بين 31 يوليو لحد النهارده. الحمله لسه مستمره في جمع معلومات وادله للتحقيق الكامل مع صناع المحتوى دول اللي بيثيروا الجدل. يعني الموضوع مش مجرد مراجعه القضايا الجنائيه بس، فتوسعت عشان تشوف مصادر الدخل والانشطه الماليه لكل واحد فيهم. ووسط كل حمله الاعتقالات دي تم القبض على التيك توكر محمد عبد العاطي. محمد عبد العاطي بقى دايما الناس بتهاجمه، وده بسبب ان فيديوهاته بيكون فيها الفاظ خدشه للحياء برو ماكس. متاهه محدش بيعرف يخرج ولا يخش غير اهل المعادي. هديه ميداليه وبرفان غاليين مع صاحبتي ونبره صوته يعني مش مجرد الفاظ خدشه للحياه عاديه، هو اي نعم بيحط عليها صوت بطه كده بحيث ما تسمعهاش، بس هي بتكون واضحه جدا وانت فاهم هو قال ايه. محمد عبد العاطي هو كمان جه ضده بلاغات ان هو بيثير الراي العام بطريقه تخدش الحياه، وبينشر محتوى يتنافى مع قيم المجتمع، وبيسيء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي. ونفس الكلام اللي هم اعترفوا بيه محمد عبد العاطي كمان قال انه بيعمل كده لزياده نسب المشاهده. طب تفتكروا يا جماعه وسط حمله الاعتقالات دي ردود افعال الناس هتكون موافقه ولا معترضه؟ والله عايزه اقول لكم ان في ناس موافقين وفي ناس معترضين. الموافقين شايفين ان التيك توكرز دول بوظوا المجتمع المصري وانهم كان لازم يحصل فيهم كده من الاول. اما المعترضين شايفين ان الناس متضايقه من التيك توكرز دول لانهم بقى معاهم فلوس كتير، فلوس الناس اللي معترضه مش قادرين يحققوها. يعني من الاخر بيقولوا انهم غيرانين منهم وبيحقدوا عليهم. فخليني اقول لك احد اراء الناس على السوشيال ميديا. عاوز اقول لك ان سعادتك بالقبض على شاكر او علياء او سوزي الى اخره لمجرد انهم بيعملوا فلوس انت مش قادر تعملها بشهادتك، لا ينفي برضو انك مش هتعرف تعمل فلوس بشهادتك. انت انسان بائس وفرحان عشان في ناس اتقبض عليها لانهم مشوا في طريق انت مش قادر تمشي. صدقني مش مشكلتهم ان شهادتك ملهاش قيمه، ولا مشكلتهم ان شهادتك مقعدك في البيت. انت مش بتحاول تسعى او تتعلم حاجه جديده علشان تحسن دخلك. المشكله فيك كانسان وفي نظرتك للامور. الشخص ده كان بيتكلم في ان محدش اجبر الناس انهم يتفرجوا على التيك توكرز دول، ومحدش قالك اجعل الحمقى مشاهير. انت بتستغل وقتك التافه علشان تتريق على ناس في وجهه نظرك تافهين وتحس انك احسن منهم والايجو عندك يرتاح شويه. فكر قبل ما تكتب كومنت او تساعد حد بانه يتشهر بتعليقك السخيف عليه، قبل ما تطلع حد ترند وبعد كده تلوم. فكر يا متعلم يا جامد في حاجه تحسن بيها دخلك، اللي بقيت شايف نفسك شهادتك مفيده دلوقتي لمجرد ان في ناس اتقبض عليه. طب ما تيجوا اقول لكم كده راي المشاهير في الموضوع ده. هو الحقيقه اكتر مشهور علق على الموضوع ده هو نجم ستار اكاديمي والفنان محمد عطيه. محمد عطيه بقى ضد انه يتقبض على التيك توكرز دول خالص. محمد عطيه دايما في حياته مع حريه الراي وحريه التعبير والتفتح، فاكيد طبيعي او بديهي يكون ضد اعتقال الناس دي او حتى القبض عليه. فكتب محمد عطيه كذا بوست على فيسبوك بيدافع فيه عن التيك توكرز دول، وبيقول انه ضد فكره ان تم القبض عليهم تماما. فكتب في احد بوستاته وقال: اصدقائي الفنانين اللي متفقين مع الجمهور في فكره ان التيك توكرز لا يستحقوا المال ولا الشهره، سواء دي كانت قناعتكم او بتقولوها ارضاء للجمهور. انا حابب بس الفت نظركم انهم بينظروا لكم نفس النظر، وانهم شايفين ان مكاسبكم غير مستحق، وانكم بالنسبه للاغلبيه منزوعي الاخلاق ومفسده للشعب ووسط غير نظيف. ولو مش مصدقيني ادخلوا شوفوا تعليقات الناس على اي احتفاليه فيها فنانين او وفاه اي فنان، ويا سلام لو فنانه
هتشوف احلى كلام. واوعى تفتكر او تعتقد انك لما تنزل يوم الجمعه جمعه مباركه او تطلع تقول انا عاوز اعتزل عشان حاسس ان ده حرام، ده هيشفع لك من نظرتهم للفنانين. فنصحهم محمد عطيه وقال لهم فنصيحه والله خليك ضد فكره المنع لانها ستطالك عاجلا ام اجلا. المجرم يحاسب ده لا جدال ولا نقاش فيه، لكن ما يتم تداوله تحت اطار قيم واخلاق ومجتمع هو كلام فضفاض بيفتح المجال لمنع كبير جدا. منع اي شيء مش على هوى الجموع الشعب، مش على هواهم اخلاقيا في المستقبل يعني. ولحد اللحظه اللي بكلمكم فيها كل يوم بنسمع عن القبض على تيك توكر معين. قولوا لي في الكومنتس انتوا ايه رايكم في الموضوع ده؟ هل انتوا مع ان يتم القبض عليهم ولا انتوا شايفين ان ده اوفر شويه؟